ما هو هِلب مش معكوسها كانت هِلب ولا mother معكوسها no mother، ولا بالضرورة إن هِلب عشان خاطر ييجي معاها بعد المفعول اسم أو فعل زائد الing إن يكون معاه حرف الجر with، ده ممكن ييجي معاها حرف الجر in عادي خالص جدًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تيجي نضبط المسار عشان نبقى من الشطار. كلمة هِلب معناها يساعد، إنما كلمة كانت هِلب معناها يمنع نفسه. كلمة mother معناها يهم أو قضية، إنما no mother معناها مهما. نبدأ بالصلاة والسلام على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ثم نذكرك بالاشتراك في القناة. نبدأ بكلمة help. كلمة help بمعنى يساعد، المفروض إن هي يساعد في شيء، يبقى أنت هنا منتظر إن هييجي وراها المصدر أو to المصدر. ممكن المفعول يبقى موجود، وممكن المفعول ما يبقاش موجود. سواء المفعول موجود أو مش موجود، في كل الأحوال هييجي وراها مصدر أو to المصدر. لكن عدم وجود المفعول بيعطي أفضلية لto المصدر. عدم وجود المفعول بيعطي أفضلية لto والمصدر. طيب help بيجي معاها المفعول وبعدين with وبعدين الاسم أو الفعل زائد الing، لكن ده إحنا ممكن نستبدل حرف الجر with دوّة بإن. بنستبدله بإن إمتى؟ بنستبدله بإن مع الأشياء العامة. يبقى with بييجي مع الاسم أو الفعل زائد الing المحدد، وهو الأكثر شيوعًا، إنما استخدام إن أقل شيوعًا، لكنه يستخدم مع الأشياء العامة. She helped me carry the books. She helped me carry the books. أو she helped to carry the books. She helped to carry the books. She helped me with my project. She helped me with my project. كانت هيلب معناها يمنع نفسه، وبييجي وراها الفعل زائد الing، ومعناها إن أنت مش قادر تمنع نفسك من حاجة. يعني مثلًا أنت مش قادر تمنع نفسك إنك تاكل الشوكولاتة، يقولوا لك بطّل شوكولاتة، مش قادر تمنع نفسك إنك تاكل الشوكولاتة، تقول I can't help eating chocolate. يبقى can't help بييجي وراها الفعل زائد الing، وتخلّي بالك من دي، help قبلها can't دي ما لهاش دعوة بhelp اللي معناها يساعد، ودي بييجي وراها الفعل زائد الing. I can't help eating chocolate. mother. ننتقل لmother. mother بتيجي قُلنا بمعنى يهُم، فتيجي تبُص كده it doesn't matter to me. ما يهمنيش، ما يشغلنيش، ودي جملة مهمة أوي، جملة جميلة. it doesn't matter to me. الشيء ده مش يهمني ولا يشغلني. it's a serious matter. إنها قضية خطيرة. no matter في غاية الأهمية. no matter في غاية الأهمية مهما. بييجي وراها أداة استفهام وبعدين فاعل وبعدين فعل وبعدين كما. بعد الكما يا إما فاعل وجملة جديدة، يا إما مصدر. no matter what you do I'll support you. مهما كان اللي أنت عملته أنا هادعمك. أو no matter how hard it's keep going. مهما كان صعوبته استمر. no matter بمعنى مهما، مهمة جدًا. بنفكّرك بالاشتراك في القناة، ولو اتعلمت مننا معلومة جديدة يا ريت تكتب لنا في التعليقات. كل سنة وأنتم طيبين.